في بني ادمين كده بتخش حياتنا، بتغير حياتنا 360 درجة، تخلي حياتنا عبارة عن سعادة وفرحة. معنى صح يبقى الحياة بتاعتنا يبقى لها قيمة. انت عن نفسك بتتمنى ان اليوم ما يخلص بسبب ان البني ادم ده موجود معاك، مع انك انت في الاول كنت بتتمنى ان اليوم يخلص وزهقان من نفسك وزهقان من اللي حواليك ومستحمل نفسك بالعافية. بس بسبب البني ادم ده دخل في حياتك، فبقيت انت بتتمنى ان اليوم ما يخلص بسبب ان البني ادم ده موجود معاك. بس في مشكلة، ان البني ادمين الحلوة اللي بتخش في حياتنا دي، اللي مفيش زيها تاني، اللي بتغير حياتنا 360 درجة، بتمشي بدري بدري. اذا كان موت او حب او اي حاجة بتمشي بدري بدري. حتى لو بداية الاغنية بتاعت المطرب حماقي بيقول لك ايه: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب اراضينا. يعني الناس اللي بتخش حياتنا اللي بتغير حياتنا 360 درجة وبتخلينا نعيش صح ايام حلوة باللي احنا بنتمناه واللي احنا بنحلم بيها، بتمشي بدري بدري. انا يعني في سؤال دايما في بالي، ونفسي الاقي اجابة تقنعني، مع ان الاجابات كتير، بس انا نفسي الاقي اجابة تقنعني انا. ليه البني ادمين الحلوة اللي بتخش في حياتنا دي ليه بتمشي بدري بدري؟ ليه احنا ما نعيش معاهم وقت كبير؟ ليه احنا اصلا ما نموتش سوا؟ انا بتكلم في خيال علمي، فاهمني؟ سألت ناس كتير وسألت الشيوخ، قالوا لي ان اي بني ادم يخش في حياتك عبارة عن رسول هيعلمك حاجة ويمشي. حلو الكلام ده 100 فل و14 ومفيش فيه اي غلطة. بس البني ادم ده لما جه علمنا حاجة انا استفدت، وفي نفس الوقت انا اتأذيت. هتقول لي انت اتأذيت من ايه؟ اقول لك ان انا اتأذيت ان البني ادم اللي علمنا حاجة ده سابني ومشي. حصل ما بيننا فراق، والفراق ده بيوجع وبيخلي الواحد يعيش ايام صعبة. بدل ما الواحد كان متعود على ايام حلوة ومتعود على ايام جميلة، بقى الواحد يبدأ يرجع من نقطة الصفر من تاني، يبدأ بقى يعيش ايام زفت وايام طين، واستغفر الله العظيم يا رب يعني. ليه بيحصل ما بيننا كده؟ فكل اللي اقدر اقوله في خلاصة الكلام، هو اللي اقدر اقوله في الفيديو النهاردة: ان ربنا يكرمنا ببني ادمين فعلا زي دي موجودة في حياتنا. ولو البني ادمين دي هتمشي، يا رب احنا نمشي قبليهم علشان نكون عشنا حياتنا واحنا مبسوطين، واحنا ماشيين نكون مشينا واحنا مبسوطين برضو. في فرق بين انك انت تمشي وانت مبسوط او تمشي وانت زعلان او حزين. بس كده، سلام.